الذي يحب الله تبارك وتعالى يحب أن يخلو بربه سبحانه. وكذلك أهل قيام الليل إذا فاتهم لقاء إلههم الوحيد الذي لا صبر لهم عنه صار يومهم صعبا جدا. يقول عطاء الخراساني رحمة الله عليه: إن الرجل إذا قام من الليل متهجدا أصبح فرحا، يعني في الصباح أصبح فرحا يجد الفرح في قلبه، وإذا غلبته عينه فنام أصبح حزينا منكسر القلب كأنه قد فقد شيئا. سعيد بن جبير معروف أنه مجاب الدعاء، إذا دعا استجيب له، وكان له ديك يوقظه، يؤذن في الليل فيستيقظ فيقوم الليل. فلم يؤذن الديك ليلة من الليالي، فلم يستيقظ سعيد. لما أصبح صعب ذلك عليه، شق ذلك عليه، حتى قال عن الديك: ما له، يعني ما له لم يؤذن، ما له قطع الله صوته. قالوا: ما أذن الديك بعدها. قد يقول قال: يعني هاي الدرجة يحزنون على فوات القيام، يعني ماذا كل هذا التحسر على فوات قيام الليل؟ يقول ابن رجب: من لم يشاهد جمال يوسف لم يدري ما الذي آلم قلب يعقوب، فكذلك من لم يشاركهم في هواهم ولم يذق حلاوة نجواهم لم يدري ما الذي أبكاهم. إن الله تعالى يتعامل مع أهل قيام الليل بتعامل عجيب، كما أن كل حبيب يتجمل للقاء حبيبه، فإن الله تبارك وتعالى يجمل أحبابه الذين يقومون الليل له. قبل أن يقفوا بين يديه فإنه يجملهم، وبعد الوقوف يجملهم. ألم تعلم أن أهل قيام الليل هم أحسن الناس وجوها؟ قال تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، حتى أن الناس يقذف في قلوبهم محبة هذه الوجوه الحسنة التي لبست من ذلك النور بسبب قيام الليل. يقول سعيد المسيب: إن الرجل ليصلي بالليل فيجعل الله في وجهه نورا يحبه عليه كل مسلم، فيراه من لم يراه قبل ذلك فيقول: إني لا أحب هذا الرجل. وكان الناس إذا رأوا محمد بن سيرين سبحوا من نور وجهه، يقولون: سبحان الله. طبعا محمد بن سيرين معروف قيام الليل، كان صاحب قيام الليل. وسئل الحسن البصري: لما كان المتهجدون، يعني يتهجدون في الليل يصلون في الليل، لما كان المتهجدون أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. الصلاة تجمل وجوههم وتحبب الناس إليهم، إلا أن أعظم هؤلاء نورا وأكثرهم حسنا وأشدهم جمالا وبهاء هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الذين كانوا يصفونه يقولون: كان وجهه يتلألأ كأنه مذهبة، وإذا تبسم استنار وجهه صلوات ربي وسلامه عليه كأن الشمس تجري في وجهه، وهو الذي كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه صلوات ربي وسلامه عليه.